السلام عليكم شباب. اليوم رجعنا لكم بعد غياب طويل، ولكن الفكرة بسيطة، واللي خلتنا نخترع الفكرة هذه هي رمضان. في عندي الإضاءة هذه تبع رمضان. تشتغل على هذا الجهاز على بطاريات. فطبعا انك برمضان انت بتخليها تشتغل وقت طويل، فبتستهلك بطاريات كثيرة. كل يوم بدل ولا تكون مش فاضي او حاجة. لكن عندي لكم فكرة اسهل. تجيب اي كابل تبع جوال. انا عندي هذا النوع القديم اللي هو يو اس بي ميني، خربان وما عاد احتاج له. بنقصه من هنا، وبعد ما نقصه داخله 4 أسلاك. نحن بنحتاج السلكين الأساسيين اللي هي الأسود والأحمر. باختصار أنا استخدم الولاعة لأنها أسهل عشان نطلع الأسلاك. والله طلع الكابل هذا جودته حلوة، لأن أشوفه ملبس بألمنيوم. وهذا النوع نادر إنك تحصل الآن في الزمن هذا. عاد جوالات كابلات ملبسة ومحمية. كل الكابلات صارت تجارية. مع أننا فتحناه لقينا داخله 4 ألوان. نحن بنحتاج اللي هو البني بدل الأحمر، والأسود هم الأساسيين. أنا حابب أطول عشان يكون الشغل، أطول السلك مشان يكون الشغل أريح. بهذا الشكل فكيناه. طبعا زي ما انتم شايفين الآن هو شغال على البطارية. ما يحتاج هنا في أحد بعض الأسلاك ما تحتاج حرارة. بعض الأحيان تسويها كذا بظفرك تطلع، لكن هذه قوية لأن زي ما قلت لكم شكل نوع الكابل أصلي. احتاجنا الأسود والبني. إن شاء الله يكون هو الشغال يعني. البني بديل الأحمر، ما يطلع الأخضر أو الرمادي. الآن نرجع على الجهاز عشان نعرف وين أساس الشبكة. معك هاي النقطة هي أساسية، عبارة عن الموجب. ونبحث عن نقطة السالب الأساسية. هذه شوفوها، في كابل من هنا ممدود رايح لهنا. فهذا بنشبكه بأي شاحن موجود في البيت. أنا عندي شاحن على اليمين شبكته. الآن يعتبر جاهز. عشان نتأكد إنه شبكتنا صح بنشبك هذا هنا وهذا هنا. شوفوا على طول اشتغل. واشتغل بإضاءة أقوى لأنه الفولتية تبع الشاحن 5 فولت. بينما هذا الفولتية حقه إذا كانت البطارية الجديدة هي عبارة عن 4 فولت ونص. خلونا بس نفصل الكابل مشان نكمل شغلنا. هذا الأحمر يعني ما يحتاج كاوية لحام ولا أي شيء. بتفوته من هنا بهذا الشكل. وبربطه ربطة عادي، وبما أنه في قطع العلبة بنغطيها في القطع. بس لحظة شوية. هذا الاثنين ما نحتاج لهم، بنقصهم. والأسود قلنا هذا أرت، وهذا كمان نفس الشيء أرت يعني، فممكن نربط الأسود هنا كمان. لا والله هذا لازم نربطه هنا، ما في توصيلية أصلا بين هذا وهذا.
نوقف الفيديو بس مشان ما نأخر عليكم. بشبك الواير وبوريكم. هنا بعد ما ربطنا الوايرين، هذا ما برميه ولا بقصه، بستفيد منه لتثبيت الواير الأساسي، فبدخله بهذا الجزء. لأنه ما استخدمت أي لحام. نفس الحكاية، هنعمل لفة شوية هنا خفيفة، لأن ما استخدمت أي لحام كمان، لأن عندي غطاء فبغطيه بس عشان أعمل مقرى للواير الأساسي. هنا أنا جايب الكتر هذا بسخنه بالولاعة شوية، وبعمل بالبلاستيك مقرى للواير. هذا الشكل وهذا الغطاء. نحتاج شوية بس نوسع مقرى الواير. نسجل الآن، حرك هذا، نوسع كمان شوية. هذا طفل زي ما انتم شايفين، ورجع الواير ثابت ما يتحرك. ونشبكه الآن بالكهرباء، نوصله على الكهرباء. وصلوا على النبي واذكروا الله ولا تنسونهم دعاكم. اشتغل. بدك تطفيه، طفيناه، تولعه. كذا تكون تخلصت من فكرة البطاريات وكل يومين تبديل ولا كل 3 أيام، لأنك تترك أوقات شغال طويل. السلام عليكم.